عمرك وقفت قدام تمثال فرعوني وبصيت له كده باستغراب وقلت لنفسك هو ليه دايما عندهم دقن طويلة بالشكل ده؟ طب ما هو مش كل الفراعنة كانوا بلحية في الحقيقة، ولا كان ده شكلهم الحقيقي أصلا. يبقى ليه بقى التماثيل كلها بتتصور بنفس الطريقة، بنفس الشكل، بنفس اللحية دي؟ تعال نحكي الحكاية من أول. من زمان جدا في عصر مصر القديمة كل حاجة كان ليها معنى. اللبس، التاج، وضع الجسم، شكل العين، حتى طريقة الوقفة أو الإيدين، مفيش تفصيلة كانت صدفة. التماثيل بالنسبة للمصريين القدماء ما كانتش مجرد فن أو تذكار، دي كانت وسيلة يعيش بيها الفرعون للأبد. والله كانوا بيصدقوا أن التمثال ده هو البديل الروحي للجسد بعد الموت. يعني لو الجسم الحقيقي حصل له حاجة، الروح ممكن تدخل التمثال وتعيش فيه. فكان لازم التمثال يمثل الصورة المثالية للفرعون، مش صورته الحقيقية بالضرورة. وهنا بقى يجي دور اللحية الطويلة اللي احنا بنشوفها. في مصر القديمة اللحية كانت رمز من رموز القوة والهيبة، بس مش أي لحية، دي كانت لحية مقدسة. يعني مش مجرد شعر في الوجه، دي كانت رمز إلهي. الفرعون كان بيتعامل على إنه مش إنسان عادي، لكنه نصف إله أو قبل الإله رع، فكان لازم شكله يعكس المكانة دي. وعشان كده أغلب الفراعنة حتى السيدات زي الملكة حتشبسوت كانوا بيتصوروا بلحية في تماثيلهم. ما تستغربش، الملكة حتشبسوت نفسها اللي كانت واحدة من أعظم حكام مصر اتصورت بلحية صناعية عشان تثبت إنها قوية زي الملوك الرجالة، وإنها مش أقل منهم في السلطة أو الإلهية. طب إيه حكاية شكل اللحية الغريب ده؟ هي مش لحية طبيعية، وده واضح من شكلها المربع أو المقوس أحياناً، واللي بيكون متثبت بخيوط أو أشرطة حوالين الرأس. اللحية دي كانت بتتصنع من المعادن الغالية أو الخشب، وتتزين بالذهب أحياناً، وكانت بتتلبس في المناسبات الدينية أو في التماثيل كرمز للحكم الإلهي، مش كواقع يومي. الموضوع مش مجرد شكل، دي كانت لغة رموز. يعني مثلاً اللحية المستقيمة كانت عادة بتدل على الملوك الأحياء، أما اللحية اللي نهايتها طالعة لفوق كانت بترمز للإله أو الملك بعد الموت. يعني حتى شكل اللحية بيتغير حسب حال الفرعون، عايش ولا في العالم الآخر. والموضوع مش واقف عند كده. المصريين القدماء كانوا شايفين إن الملك هو الوسيط بين الناس والآلهة، فكان لازم يبان أكتر من بشري، وده اللي خلى الفن المصري ثابت الشكل طول آلاف السنين. نفس الملامح، نفس الوضع، نفس الرموز، كل حاجة محسوبة ومقصودة. تعال نبص على حاجة تانية كده. هل لاحظت إن التماثيل الفرعونية دايماً بتبص لقدام وما فيهاش ابتسامة؟ ده كمان مقصود. الملامح الثابتة دي كانت بترمز للاستقرار والخلود، وإن الملك ما بيتغيرش مهما مر الزمن. حتى العينين المتوسعة كانت رمز للوعي واليقظة، وإن الملك شايف كل حاجة. بس خلينا نرجع تاني للحية. الفرعون في ذهن الناس وقتها كان مش بس ملك، ده كمان بيحمل صفات الإله أوزيرس، إله البعث والحياة بعد الموت. وأوزيرس نفسه كان دايما بيتصور بلحية طويلة ملتوة في آخرها لفوق. فعشان كده لما الفنان المصري القديم كان بيعمل تمثال لفرعون لازم يضيف نفس العلامة دي كأنها ختم الإلهية على صورته. يعني باختصار اللحية دي مش موضة ولا صدفة، دي كانت شهادة إلهية بتقول إن الفرعون عنده سلطة ربانية، وإنه مش مجرد إنسان. اللي يدهشك أكتر إن المصري القديم ما كانش بيرسم أو ينحت لمجرد الجمال، هو كان شايف إن الفن له طاقة روحية، وإنه بيخلي الشيء يعيش للأبد. فعشان كده التمثال لازم يكون مثالي، لأن ده الشكل اللي هتعيش بيه روح الملك في العالم التاني. مش ممكن يعمل تمثال فيه عيوب أو شكل عادي، لأن ده في اعتقادهم كان هيأثر على حياة الفرعون بعد الموت. والحقيقة إن الفنانين المصريين القدماء كان عندهم دقة ووعي فني خرافي، مش بس في التفاصيل لكن كمان في المعاني. يعني حتى ترتيب الرموز على جسم الفرعون زي التاج، الصدرية والعصا، كلها بتتحط في مكانها عشان توصل رسالة محددة عن القوة والسيطرة والحماية. وطبعا اللحية كانت جزء من الهوية الملكية، محدش يقدر يلبسها غير الملك أو الكاهن الأعظم في الطقوس، وده خلى شكلها يبقى علامة مميزة جدا. أي تمثال تشوفه فيه اللحية دي تعرف فوراً إنه بيخص ملك أو شخصية مقدسة. وبعد آلاف السنين لسه اللحية دي رمز غامض بيشد أي حد يشوفه،
مش عشان شكلها غريب، لكن عشان بتحكي حكاية كاملة عن هالحضارة دي. حضارة كانت بتشوف الجمال في الرمزية والقوة في المعنى والخلود في الشكل. يعني لما تشوف تمثال فرعوني بلحية طويلة، افتكر إنها مش مجرد تفصيلة فنية، دي لغة بتقولك إنه قدامك مش إنسان، قدامك كيان بيجمع بين الأرض والسماء، ملك، إله، أو يمكن رمز الحلم الإنسان بالخلود الأبدي. وفي النهاية المصريين القدماء عرفوا يعملوا اللي محدش قدر يعمله، خلوا الحجارة تتكلم، ومن خلال لحية بسيطة محفورة في تمثال قدروا يوصلوا رسالة عن القوة والخلود والإلهية، رسالة لسه بتخلينا نقف مبهورين قدامهم لحد النهاردة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول.